اهلا بكم في فيديو جديد من يوميات غدا وندى. النهارده هعمل معاكم عصير مفيد ومغذي للاطفال اللي هو جوافه بالبنجر. تمام. دلوقتي انا معايا 3 جوافات. تمام، منضفاهم من البذر اهي. تمام. ومعايا واحده بنجر مقشراها مقطعاها. طبعا الكميه دي قليله، على يعني بنجر كتير على الجوافه دي، بس انا حابه كده. انتي مثلا تحطي نص ثمره بنجر، والسكر حسب الرغبه. ومعايا كوبايه لبن على كوبايه ميه، او نص كوبايه ميه على لبن، لو احتاج تاني بنديله. هحط بقى اهو اللبن في الخلاط. تمام. وهنحط بقى البنجر، ادى لون احمر على طول. هنحط الجوافه. تمام. اللبن اللي انا حطاه ده لبن بلدي، ممكن لبن بخيره، ممكن اللي مش عايز لبن خالص. والسكر حسب الرغبه، اللي عامل دايت ما بيحطش سكر، او بيحط سكر اللي هو بتاع الدايت، انا مش بحبه. انا شايفه ان احنا نمنع السكر. تمام. بالنسبه للدايت هحط بقى السكر على حسب الرغبه. ده عامله الانوسه. ماشي. اهو بعد ما ضربناه، بس لازم بقى يتصفى، طعمه خطير جدا جدا جدا. هنصفيه ونرجع لكم. هنصفيه معاكم بقى اهو. لونه ايه بقى؟ شاهي شاهي جدا. هنصفيه كده. هو كده كده انا عامله الجوافه من غير بذر، بس عشان البنجر فيه فتافيت كده عشان ما تضايقهوش وهو بيشرب. هصفيه بقى وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. اهو بعد ما صفيناه جميل جدا جدا جدا. يلا نصبه مع بعض في الكاس. يلا بينا بقى نصب العصير الجميل بتاعنا. يا سلام، احلى عصير ده ولا ايه؟ بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمال. يا رب يكون مشروب النهارده عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه. باي باي.